بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. زي ما شفنا في الجزء الأول من الاتصال في النبات، كيفية استخدام النباتات للإشارة الكهربائية لإصدار تحذير معين بحدوث خلل أو شيء طارئ أو عاجل تعرض له النبات. فعرفنا أن الإشارة الكهربائية دائما بيستخدمها النبات في الحالات الطارئة، الحالات التي تحتاج إلى تحذير سريع، لأن الإشارات الهرمونية والإشارات الكيميائية قد تحتاج إلى وقت أطول. فالإشارة الكهربائية دائما هي إشارة لحظية تنتج في نفس اللحظة التي يحدث فيها التأثير على النبات. يمكن ده شبيه بما يحدث بالنسبة للإنسان أو للحيوان. فنجد مثلا لو جه طفل أو أي شخص حط ايده على سطح ساخن، هتلاقي حضراتكم في نفس اللحظة بيبتدي يبعد ايده عن السطح الساخن. ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان حصل تحذير معين وإشارة كهربائية بتتم ما بين المراكز العصبية اللي موجودة في المخ والمراكز الحسية اللي موجودة في الجلد وهكذا. يبقى إذا النبات أيضا بنلاقي فيه نفس العملية دي، ان هو بيبتدي يستخدم الإشارة الكهربائية علشان يصدر تحذير سريع او تحذير لحظي من شيء ما. ايضا الإشارة الكهربائية هي ضرورية في الحالات التي تكون عملية إرسال الإشارة ما بين المركز لمركز آخر بينهما مسافة بعيدة، يعني كما يحدث مثلا في الأشجار شاهقة الارتفاع. فإذا حدث تأثير مثلا في أسفل الشجرة والتأثير ده عايز يوصل لحظي إلى أعلى الشجرة، فمفيش أسرع من الإشارة الكهربائية. الحقيقة لو حبينا نيجي نسأل سؤال دلوقتي، هل النباتات تشعر بالألم ولا لأ؟ المسألة دي وضحها العالم الألماني والفيلسوف جوستاف فاخنر مؤسس علم السايكو فيزيكس، وقال أن النباتات تمتلك مشاعر وأحاسيس مثل الموجودة في الإنسان والحيوان، وأنها تستطيع أن تنمو أفضل في الظروف المهيئة لذلك. الحقيقة زي ما شفنا مع بعض ان النباتات تستخدم الاشارات الكهربائية لاصدار رسائل معينة. هذه الرسائل بتصدر في الحالات الطارئة والحالات العاجلة التي تحتاج الى ارسال رسالة عاجلة او ارسال رسالة لحظية. وايضا هذه الرسالة بتستخدم في لما يكون المسافة بين المركز المرسل والمركز المرسل اليه مسافة بعيدة. هل السؤال دلوقتي، هل هناك طرق أخرى للتواصل غير الاتصال عن طريق الإشارات الكهربائية ولا لا؟ الحقيقة في طرق أخرى من الاتصال. من ضمن هذه الطرق هي التواصل عن طريق الصوت. بمعنى آخر، هل النباتات تستطيع أن تسمع؟ هل النباتات تستطيع أن تتأثر بأصوات معينة أو تتأثر بموجات صوتية معينة؟ هل تؤثر هذه الموجات الصوتية على العمليات التي يقوم بها النبات، عملية فسيولوجية معينة أو عملية يؤديها النبات؟ ولا لأ؟ ده اللي ممكن نشوفه مع بعض. اللي أمامنا ده بادرات الذرة، اتعملت دراسة عليها باستخدام تكنيك اسمه مايكرو سكاننج ليزر دوبلر فايبروميتر. هذا الجهاز يستطيع قياس ذبذبات معينة أو أصوات أو فايبريشنز، اهتزازات معينة تصدر عن طريق أجزاء محددة من جذور بادرات الذرة. فالعلماء وجدوا أن بادرات الذرة تصدر بعض الذبذبات التي تؤدي إلى انتحاء جذور بادرات الذرة المجاورة لها اتجاه الصوت. فحبوا يقلدوا هذه الذبذبات، خدوها بالظبط وعملوا زيها او قلدوها بالظبط، وعرضوا نباتات او بادرات ذرة شبيهة اخرى لهذه الذبذبات، فوجدوا انها تستجيب للذبذبات وبيحصل انتحاء او اتجاه الجذور اتجاه الذبذبات الصادرة. طب في دراسات تانية اتعملت على الموضوع ده. في دراسة اتعملت على نبات التوت الأزرق، وجدوا ان نباتات التوت الأزرق لما بتتعرض لاهتزازات معينة الأوراق بتاعتها بتقفل والأزهار أيضا.
أيضا هناك نوع من الطماطم لا تطلق حبوب اللقاح بتاعتها إلا إذا جات حشرات النحل الملقحة وابتدت تعمل اهتزازات بالأجنحة بتاعتها وتصدر موجات فوق صوتية فوق الأزهار، فبالتالي بيحصل إطلاق لحبوب اللقاح. الحقيقة من ضمن الأشياء التي وجدوها في مسألة استجابة النبات للأصوات أو الموجات الصوتية التجربة التي قام بها اليابانيين وتعريض النباتات لأصوات معينة وتسجيل رد فعل النباتات عن طريق توصيلها بأسلاك وأجهزة تقوم بتسجيل الموجات الصادرة من النباتات، ودي هنشوفها حضراتكم في الفيلم اللي جاي. الحقيقة هنا هنشوف شكل الذبذبات أو الإشارات اللي ممكن تصدر من النبات. ده عالم أمريكي بيقوم بدراسة مشابهة، أو أدي الشيت قدام حضراتكم، دي شكل الذبذبات الصادرة، وهنشوف دلوقتي التجربة اللي قام بيها اليابانيين. ادي الجماعة اليابانيين جايبين نباتات الصبار موصلينها بالأجهزة زي ما قلت لحضراتكم، وهيبتدوا كل واحد يتكلم مع النبات ويشوف رد فعل النبات ايه. طبعا محدش متصور ان هيكون في رد فعل من النبات. اهي بتكلم النبات وهتبتدي تشوف هل الجهاز هيصدر منه إشارة. الإشارة دي على فكرة ممكن تتحول إلى صوت معين، اهو زي ما حضراتكم شايفين. الحقيقة هنستغرب اكتر لو عرفنا ان الاصوات الصادرة من النباتات في صورة موجات او ذبذبات معينة ممكن تترجم عن طريق برنامج معين على الكمبيوتر الى نغمات معينة في السلم الموسيقي، فبالتالي احنا ممكن نسمع عزف النباتات أو تأثرها بالموسيقى أو قيامها بعمليات العزف الموسيقي، وده هنقدر نشوفه مع حضراتكم في الفيلم اللي جاي. الحقيقة في سؤال دلوقتي بيطرح نفسه، وهو ايه هي وجه الاستفادة للإنسان لو قدر يفهم اللغة الخاصة بالنبات؟ ازاي ممكن يستفيد الإنسان من فهمه للغة النبات؟ الحقيقة ممكن يستفيد الإنسان من فهمه للغة النبات عن طريق فصل أو معرفة الإشارات الكهربائية الصادرة أو الموجات أو الذبذبات الصادرة من النبات ومتى تصدر، يعني يفصلها، يتعرف على كل إشارة على حدة ومتى تصدر. فمثلا إذا كان النبات يتعرض إلى جفاف
واعتاد النبات أن يصدر إشارة محددة في الجفاف. يمكن أن تسجل هذه الإشارة على برامج معينة وتبتدي تترجم إلى جمل محددة زي القواميس الناطقة اللي بتبقى موجودة على أجهزة الكمبيوتر بتاعتنا الخاصة باللغات المختلفة. فمثلا إذا كان النبات محتاج ري ممكن يسجل جملة مثلا زي I need water، وده حضراتكم هنقدر نشوفه في الفيلم اللي جاي. هنشوف في الفيلم ده حضراتكم ازاي نقدر نوصل جهاز في التربة بجوار الجذور، ويصدر طبعا اهو الجهاز اهو، ولما بيحصل ان النبات يتعرض لجفاف بيصدر اشاره معينه ممكن تصدر تتحول الى صوت عن طريق برنامج كمبيوتر، وتستمع هذه الاشاره من خلال جهاز زي التليفون مثلا. يعني حينما تصدر الإشارة بيدي رنة زي رنة التليفون، فترفع السماعة بتسمع I need water. ادي الجهاز اهو. بيتكلموا طبعا عن الظاهرة وازاي قد ايه ممكن يستفيد منها الباحثين. ادي اهو بيتحط في التربة ويقدر يستشعر الجفاف او ياخد الاشارة الكهربائية اللي طالعة من النبات، وبتتحول الاشارة دي الى جملة او صوت معين ممكن انه يتسجل او يصدر في حالة صدور الإشارة المرتبطة بظاهرة الجفاف. في النهاية بشكر حضراتكم وانتظرونا إن شاء الله في الجزء التالي.